يا مساء الفل عليكم. النهارده أنا هابدأ كلامي بحاجة لفتت نظري، هي يمكن مش خاصة بالرياضة شوية، أو هي يمكن رياضة في اقتصاد مع بعض. كنا اتكلمنا من يوم أو يومين عن مدى تأثير التصريحات اللي بيقولها السادة المسؤولين على اقتصاديات المؤسسة، وتأثيرها المباشر على المؤسسة اللي يتّبع ليها، سواء بقى كانت نادي قُلنا، أو مؤسسة اتحاد كورة مثلًا، أو اتحاد طايرة، أو أي اتحاد. ففي ناس كلمتني وقالت لي: "لأ، أنت بتقول كلام وبتهوّل." ده كان رَدًا على التصريح بتاع الكابتن حسام أو الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، لمّا قال إن إحنا الزمالك استلمناه مريض وبنسلّمه، أو استلمناه مريض والمريض بيموت. أنا طلعت قُلت إن هو كده بيضرب في الbrand، وبيضرب في المستثمرين، وبيضرب. لَفَت نظري النهارده تصريح للمهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال المعروف، بيتكلم إن هو الزملكاوي الوحيد في عيلة ساويرس، وإن هو الوحيد بيشجّع الزمالك، وبيشجّع عشان خاطر كابتن طه بصري، وعشان. كل ده كُلّه حلو. الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظري في تصريحه إنه قال إيه: "أنا ممكن أضخ فلوس في الزمالك بس مش دلوقتي، لإن الزمالك غير مستقر إداريًا. أنا زملكاوي عايز أدعّم الزمالك، بس مش هاقدر أدفع فلوس في الزمالك دلوقتي، ولا هاقدر أستثمر، لإن الزمالك غير مستقر إداريًا. وأعتقد إن الاستقرار الإداري لو بدأت خطواته دلوقتي هتظهر بعد 3، 4 سنين." هو ده بالضبط ملخص اللي بيحصل في براند الزمالك. الزمالك عشان يصلّح، أو عشان يجيب موارد، ويبقى في موارد لفلوس ودخْل واستثمارات، لازم تصلّح الbrand، تصلّح الimage بتاعتك اللي عند المستثمرين، إن ما فيش استقرار، لا استقرار إداري ولا استقرار مالي، وديون وأزمات. ده هو السبب. الزمالك هتتحل أزماته لمّا تتغيّر الفكرة عن الbrand نفسه. فدي أول حاجة أنا حبيت أتكلّم فيها، لإن الموضوع ده أنا مُصمِّم ومتأكد إن بعض المسؤولين السبب المباشر فيه. أبناء نادي الزمالك، إدارات نادي الزمالك المختلفة، الصراعات، الديون، المشاكل، المشاكل الإدارية، المشاكل القضائية، كل دي كلّها على مدار أكتر من 20 سَنة أثّرت على الزمالك دلوقتي. الزمالك وصل للحال اللي هو فيه ده بسبب الحاجات دي. بعيدًا عن الزمالك، برضه بدأت في نغمة طالعة كده على رمضان صبحي. يعني رمضان صبحي بقى له فترة كبيرة، مش رمضان صبحي في الكورة، يعني يمكن أخباره بعيد عن الكورة أكتر من أخباره في الكورة. أزمات، مشاكل، قضايا، منشطات، تزوير، امتحانات، مش عارف إيه، حاجات كده إيه. آخر حاجة إن بيراميدز تقريبًا كده زهقوا منّه، وزهقوا من مشاكله، ما بقاش مركّز في الكورة، ما بقاش مفيد بالنسبة لهم. فرمضان صبحي بيراميدز بيرحّب ببيعه في أي مكان، برّه مصر، جوّه مصر، أي مكان. اتفق أنت على النادي وهات أي سعر واتكل على الله. لإن واضح كمان إن رمضان صبحي مأثّر على أوضة اللبس جوّه بيراميدز. دلع، ما فيش تركيز، ما فيش تركيز في الكورة، فلوس، مُرتّب، مستحقات، فما فيش مردود في الملعب. فرمضان صبحي لأ، أيامه في بيراميدز معدودة. يناير أو نهاية الموسم، بس أعتقد يناير هيمشي، وأعتقد هيروح الإمارات. يعني رمضان صبحي في الإمارات الموسم يناير الجاي أعتقد. على ذكر الإمارات، كنت اتكلمت إن حسين الشحات بيدوّر على حاجة في الإمارات من فترة، وإن هو عايز وتقريبًا كان خلّص في نادي هناك. ولكن ظهرت معلومات جديدة إن حسين الشحات كان خلّص أصلًا في الاتحاد الليبي، اتفق والأهلي وافق على العروض وكل حاجة، وكان رايح في يناير الاتحاد الليبي، وخلاص كان فاضل بس توقيع العقود والدنيا تمام. جات الإصابة بتاعة اللي جات لحسين الشحات الفترة اللي فاتت دي، أثّرت على المفاوضات، والاتحاد الليبي تراجع عن التعاقد مع حسين الشحات بسبب الإصابة. آخر كلام وصلني إن هيبقى في انتظار، أو متابعة أو مراقبة لحالة حسين الشحات بعد ما يرجع من الإصابة، خاصةً إن الإصابة هتقعد من 7 ل8 أسابيع. يعني لحد يناير وما بعد يناير حسين الشحات مش هيكون رجع من الملعب.
فبنسبة كبيرة حسين الشحات مكمل في الأهلي نهاية الموسم بسبب الإصابة. سبحان الله، رب الضارة النافعة. يعني حسين الشحات كان ماشي في يناير، لعب ماتش الزمالك تألق، لعب الماتش اللي بعده اتصاب، قعد في الأهلي لحد نهاية الموسم على الأقل. واحنا لسه في الأهلي، ولسه في الكلام عن اللعيبة واللي رايح واللي جاي واللي ماشي والتجديد. 2 لعيبة صدموا الأهلي في المفاوضات بتاعة التجديد. مش صدموا بمعنى كلمة صدموا، لأ، كان في طلبات وأرقام محددة، أو يعني ده اللي هيوصلوا ليه في النهاية، والأرقام رايحة جاية إيه هنحكي بالتفصيل. كوكا، أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، تقريبًا شبه الأمور خلصت معاه. كلمة السر كانت 18 مليون جنيه، هي الفرق في ال3 سنين اللي فاتوا. يعني إيه الفرق في ال3 سنين اللي فاتوا؟ أحمد نبيل كوكا كان بياخد من الأهلي تقريبًا 2 مليون جنيه في الموسم لمّا اتصعد من الناشئين، في الوقت اللي آخر 3 مواسم اللي زيه كانوا بياخدوا 8 مليون جنيه في الموسم تقريبًا، واللي بيلعبوا first team وبيشارك كل البطولات وبالمشاركات والأرقام الlevel بتاعهم 8 مليون، ففي 6 مليون. فكوكا طلب من الأهلي إن ياخد 18 مليون، هي 6 مليون عن كل سنة في 3 مواسم ب18 مليون. ياخد 18 مليون دي مقدم عقد أو ترضية أو تعويض عن ال3 مواسم اللي فاتوا، بخلاف مستحقات كل موسم في اللي جاي. وتقريبًا الأهلي موافق على المبدأ ده، وتقريبًا المبدأ ده يعني خلاص، يعني هي دي كانت كلمة السر، وكوكا هيجدد قريب. يمكن الموضوع برضه اللي واقف عند بالنسبة للعيب التاني اللي هو أحمد عبد القادر، واقفة برضه في موضوع الفلوس بقى، في الطلبات، طالب كام ومعروض كام. عبد القادر بدأ ب40 مليون، الأهلي بدأ ب18 مليون في الموسم، مسافة بعيدة، في 22 مليون فرق. هتوصل لإيه، تخلص لإيه، لسه في مفاوضات، في رايح جاي. الأهلي متمسك باللاعب، واللاعب متمسك بالأهلي، طالما بدأ يلعب بدأ يرجع تاني. كانت مشكلته في المدير الفني ريبيرو ومشي، فخلاص. فأحمد عبد القادر صيغة مالية يقربوا وجهة النظر مع الأهلي هيقعد، ولكن الأهلي عايز يقعده عشان ما يروحش الزمالك، ما يروحش بيراميدز، ما يبقاش بعد كده سلاح ضد الأهلي اللي هم مقتنعين بموهبة أحمد عبد القادر. آخر حاجة معانا موضوع محمد عواد. محمد عواد متمسك بالبقاء في الزمالك، مش أول مرة، مش تاني مرة، مش تالت مرة يتكرر سيناريو محمد عواد في الزمالك. إيه السيناريو؟ محمد عواد فلوسه كتير على الزمالك من أيام ما جه أول موسم، كان بياخد تقريبًا 18 مليون في السنة، في وقت ما كانت 18 مليون دي ما بياخدهاش لعيب فئة أولى. كان الزمالك اللي هي الفئة الأولى كان هو محمد عواد وزيزو، كان المجموعة دي كان بياخد 18 مليون في السنة. فالزمالك كل ما يجي يبيعه عشان يوفر المستحقات بتاعته، وعشان موجود محمد صبحي، وكان موجود أبو جبل، كان موجود جنش، أنا باتكلم على الفترات يعني، على السيناريوهات. كل ما بيجي يمشّي محمد عواد، عواد يقول لك لأ أنا مش هامشي، يجيبوا له عروض مش هامشي، أندية تطلبه إعارة مش هامشي. ليه؟ أنا أروح أي نادي بس آخد ال18 مليون في السنة، عايز تاخدني 6 شهور 9 مليون، عايز تاخدني سنة 18 مليون. ما فيش نادي بيدفع لحارس، مش في حارس، يعني ممكن تشتريه ب18 مليون من النادي بتاعه، إنما تدفع ليه هو مستحقات 18 مليون في وقتها كان كتير. نفس الكلام دلوقتي، محمد عواد دلوقتي مع عامل السن، مع عامل عدم المشاركة، مع عوامل كتيرة جدًا، محمد عواد ما بقاش، هو مصمم ياخد نفس المبالغ دي، مش هيقل عن المبالغ دي، سواء مع الزمالك أو مع غيره. فضل له موسم في الزمالك، فهو عشان عايز يمشي، أو عشان يمشي قال لهم أنا آخد الفلوس القديمة وتجيبوا لي عرض، طالما أنتم اللي عايزين تسوقوني تجيبوا لي عرض بنفس القيمة المالية اللي باخدها من الزمالك. لو ما جبتوش العرض ده أنا قاعد ومكمل عقدي في الزمالك لحد نهاية عقدي وهاخد المستحقات القديمة. محمد عواد قاعد لحد ما تتحل، تجيب له عرض من برّه مصر ياخد فيه رقم محترم يتساوى مع الرقم اللي بياخده في الزمالك، هيمشي. تدّي له فلوسه اللي فاتت كاملة، هيمشي. غير كده محمد عواد مش هيمشي.